وفي سيناريو مماثل للبرامج الفكاهية التي تعود المشاهد الجزائري على متابعتها في شهر رمضان، خاوة وحباب ونساب وجيران وبالك أن الناس الحمار. أعاد رؤساء أندية الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية وأعضاء الجمعية العامة نفس ما حدث في تاريخ 20 مارس في الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم. فبعد بداية موفقة بالصلح بين حسن حمار وعمر غريب، انقلبت الموازين وأصبح تبادل التهم والتراشق بالكلام من أهم سمات الجمعية. عدم الانضباط والمشادات الكلامية التي وصلت إلى حد التشابك بالأيدي بين رئيس شبيبة سكيكدا واتحاد بسكرة وكذا رئيس شبيبة القبائل محمد شريف حناشي، الذي تبادل الاتهامات مع رئيس اتحاد بسكرة بخصوص الرشاوي وشراء المباريات، في حين قال رئيس شباب الوزداد أن فريقه ليس فريق تنس، تاركا الجمعية في منتصفها. أنا عندي فريق تنس، ما عنديش فريق كرة قدم. عندي فريق عنده شعبية، فريق عالمي، تبع مليح، مدوني الآن بالتسديد النتيجة الواحد، لا ما تنحو ولا نحو ولا كلام سوقي وبديء لا يليق برؤساء أندية من المفترض أنها دخلت عالم الاحتراف منذ سنين، لنجد أنه في كل جمعية تعقد يعاد طرح نفس الإشكاليات المتعلقة بالتحكيم وسوء البرمجة وبيع المباريات وغيرها، إلا أن الحل يبدو أنه استعصى على رئيس الرابطة الذي تراجع هو الآخر عن استقالته بعدما طالبه رؤساء الأندية بالبقاء، وقرر إكمال عهدته إلى غاية 2019. قرار محفوظ قرباج بالبقاء أو حتى انتخاب رئيس جديد آخر لن يغير شيئا ما دام أن الذهنيات لم تتغير، لأن كرة القدم لا تسير كتسير سوق الغنم، وما دام أن الذهنيات والعقليات لم تحترف فحال الساحرة المستديرة سيبقى على حاله إن لم نقل سيتدهور. فنهاية الجمعية العامة الاستثنائية جاء كغيره، لا جديد يذكر ولا حلول تقترح، ليطبق في الأخير مقولة تمخض الجبل فأنجب فأرا بحذافيرها، ويبقى عالم كرة القدم الجزائرية مهنة لمن لا مهنة له.